السلام عليكم متابعينا متابعين قناة قلعة التقنيات. رجعنا لكم شرح جديد عن تحديث هونيستا اللي هو 11.1. التحديث كالآتي: الميزات مالته أضافت ميزات فقط، أما تحديث قاعدة البيانات فلا يا عزيزي المشاهد. هنا عندك تاريخ مالت التحديث قبل 231 يوم، تقريبا 7 أشهر إلى 8 تقريبا. فنجي للميزات مالت التحديث، نفس التحديث ذاك السابق لكن ميزات على المنشورات طرحوها. مثل عندك هذا المنشور اللي حاطين بصورة هذا الكلب ابن الكلب صدام حسين، بوصف وبهاشتاجات مثل ما جاي تشوفون. هذا وصف وهاي هاشتاجات. كذلك منشورات تلقى بيها روابط وتلقى بيها منشن. فإذا تريد تنسخن بالتحديث الجديد تضغط على العصا السحرية بالمنشور، بعدها الشو عرض، بعدها هاي إظهار الشرح. إظهار الشرح تريد تنسخ مثل أول شيء تظل ضغطة مطولة على أول كلمة، بعد راح يبدي التحديد وتسحب أنت. هنا راح يتحدد عندك النص اللي تريده. أما إذا تريد تشوف قائمة الهاشتاجات الموجودة اللي هي هاشتاج شو هاشتاج إن كابشن، راح يطلع لك هاي PS2 بلاي ستيشن سوني العراق جيمنج. خلي ولا الميزة اللي بعدها شو منشن إن كابشن، المنشنات اللي مسويها بالكابشن، يعني مسوي إشارات منشن مخفي أو مو مخفي، ماكو منشن مخفي للمنشورات مال انستغرام، فقط بالستوريات. شو منشن إن كابشن يعني مسوي منشن الشخص بالوصف. هسه هاي الميزة عرفناها. بعدها الميزة البائسة الثانية شنو هي؟ شو لينك إن كابشن، يعني تشوف الروابط بالمنشورات. هاي الهاشتاج عرفناها. إظهار الملف الشخصي للصفحة، هذا الحيوان اللي مترجمها ما أعرف شي يحس. إظهار صورة الملف الشخصي، تضغط ضغطة راح تطلع لك صورة الملف الشخصي بس مو بدقتها. إذا تريدها بدقتها تدخل للملف الشخصي عرب هاردوير، تظل ضغطة مطولة ناطلة بدقتها، فتضغط على العصا السحرية، تضغط على شو على صورة الملف الشخصي بشكل أكبر. هنا طلعت عندك بدقتها. إغلاق. شنو عندنا بعد بس ثواني، شنو هذا المنشور؟ خلنا نقرأ وبعدين نكمل. كلاوات. المهم تحليل خيولي النسخ تنسخ. هنا عندك شوف انت شنو راح يفيدك كمستخدم هونيستا او بصورة عامة، يعني مستخدم انستغرام لكن حدد عليها مستخدم هونيستا. هنا كوبي بيج اي دي، وهاي هنا كوبي بيج يوان باك اي دي يوان كيو، ما عرفت اقراها غلسوا، بس احنا نجربها ليش لا. نضغط عليها النسخ عندنا شي، خلينا نشوف. نضغط على مراسلة بالله نشوف، نطي لصق. هذا الاي دي تحتاجه. شوف عزيزي المتابع، مثل عندك اليوم شخص غير يوزره، مثل دولة عرب هاردوير غيروا اليوزر مالتهم، تريد تلقاهم تمام تابعهم، لكن تريد تلقاهم بعد ما غيروا اليوزر مالتهم، تضغط على العصا السحرية. يكون هذا الشيء مسوي قبل لا يغيرون اليوزر مالتهم حتى تعرف الحساب مالتهم. تضغط على كلمة نسخ، بعدها كوبي بيج اي دي اللي هي الثانية، راح ينسخ لك اي دي. هذا الفيديو راح اكمل لنا فيديو ثاني عن موقع اشرح لنا لكم. طبعا هذا الموقع راح ينباق من قبل كم واحد زبالة، كم وحدة زبالة مسويات حسابات على التيك توك وكذلك الانستغرام منشرا على اساس انه هن خبرة وكذا وهن نايمات بالقناة مالتي، من ضمنهن زنوا. واكيد راح تشوف هذا الفيديو راح تغلس لان هي مراستنا على الخاص مرة. تحياتنا للناس الزبالة اللي تخمط تدور على الجاهز وتنشر قنواتها. هنا الكوبي بروفايل فوتو لينك خيولي، كوبي منشن ليست خيولي، كوبي لينك ليست، يعني شنو هاي الميزة؟ الفلوس. المطور صار حيوان، مطور هونيستا صار حيوان. المهم
لهنا الشرح يكون خلص. كذلك قبل لا يخلص الشرح ارسم واجهة المستخدم يعني الثيمات، تضغط عليها. هنا عندك هاي الخطوط مال الستوريات، وهنا عندك الرمز التعبيري. إذا الأيموجي تختاره من هاي الخانة، من اللي منزلهن الغبي هذا المطور، ما راح تشتغل عندك. ما أدري إذا اشتغل بهذا التحديث أو لا. إذا ما اشتغل عندك استخدم هذا الخيار من وحدة التخزين المحلية. كذلك راح أترك لكم رابط ايموجيات بوصف هذا الفيديو بقناتنا على التليجرام اللي اسمها قناة خلات تقنيات. وكذلك خط التطبيق كذلك من وحدة التخزين المحلية اللي هو ثاني خيار، لأن المطور يخاف يخلي خطوط عربية. يعني تخيلوا ليش يخاف؟ من حقوق الطبع والنشر. هي مو حقوق طبع ونشر، وإنما يقول ما أريد أخذ تعب غيري، ولكن أنت التطبيق كله باقي من الإيرانيين. ظلت على الخط ابن الأوادم. ولهنا الشرح يكون خلص، وأتمنى لكم دوام. طبعا بدأت الجامعات وبدأت الإعداديات. طلاب السادس إذا سمعون هذا الشرح مشكروا. طلاب الجامعات لا خلصوها تسخيت. في أمان الله.